تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس يوم غد السبت أجواء حارة نسبياً بعدد من مناطق المملكة، خاصة بالأقاليم الصحراوية وسوس، إضافة إلى سهول تدلى والرحامنة، حيث يرتقب تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبياً خلال النهار. وفي المقابل ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال فترتي الصباح والليل فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، وكذا بالساحل المتوسطي، مع احتمال تسجيل أمطار خفيفة جداً في بعض الفترات. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئياً بمناطق واسعة، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة قد تكون أحياناً مصحوبة برعد، خصوصاً فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إضافة إلى مناطق الريف. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من منطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، مع احتمال تناثر حبات الرمال محلياً، خاصة بالمناطق الصحراوية. وبخصوص درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 0 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، وبين 6 و10 درجات بمناطق الريف والمنطقة الشرقية، فيما ستتراوح ما بين 19 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية، وبين 12 و19 درجة بباقي مناطق المملكة. أما خلال النهار، فمن المرتقب أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً بعدد من المدن، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبياً بالسواحل. وسيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمضيق البوغاز، بينما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. من المنتظر أن تسجل درجات حرارة متفاوتة بين المدن، حيث ستصل إلى مراكش 16 34 درجة، أجادير 18 35 درجة، فاس 13 30 درجة، مكناس 13 29 درجة، الدار البيضاء 14 20 درجة، الرباط 13 22 درجة، طنجة 16 25 درجة، وجدة 12 27 درجة، العيون 15 40 درجة، السمارة 21 38 درجة، الداخلة 16 26 درجة. بشكل عام، يرتقب أن يتميز طقس السبت بتباين واضح بين مناطق المملكة، حيث تسود أجواء حارة نسبياً بالجنوب والداخل، مقابل ضباب صباحي محتمل بالسواحل، مع فرص أمطار خفيفة محلياً بمرتفعات الأطلس والريف. تحياتنا لكم، وندعوكم لمتابعتنا ليصلكم كل جديد عن حالة الطقس.